بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة حلقة خاصة في ذكرى رحيل السيد اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية. سادتي وسادتي، نقدم لحضراتكم الآن بيانا هاما من رئاسة الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. التي تحل ذكراه في هذا الشهر، وبالتحديد يوم 19/7/2012 توفى السيد اللواء عمر سليمان، أحد أبرز رجال المخابرات العامة المصرية وقواتنا المسلحة الباسلة، درع الوطن وسيفه. يا شباب مصر وأبطال. اللواء عمر سليمان نائب الرئيس المصري السابق ورئيس جهاز المخابرات المصرية السابق توفي فجر الخميس بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة، حيث كان يخضع لفحوص طبية. اللواء عمر سليمان مديرا لجهاز المخابرات العامة المصرية من عام 1993 شهر يناير لحد يوم 28 يناير 2011، حيث اختاره الرئيس مبارك نائبا له في 29 يناير 2011. الاسم عمر محمود سليمان، وهو من مواليد 2/7 عام 1936، ولد في محافظة قنا. تخرج من الكلية الحربية والتحق بالخدمة بالقوات المسلحة الباسلة عام 1954، وحصل على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة عين شمس، وعلى ماجستير العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وعلى ماجستير العلوم العسكرية. وقد وصل في خدمته إلى منصب رئيس فرع التخطيط لهيئة عمليات القوات المسلحة، ثم تولى منصب نائب مدير المخابرات الحربية عام 1986، ثم منصب مدير المخابرات الحربية عام 1991، ثم عين في 22 يناير رئيسا لجهاز المخابرات العامة. الوزير عمر سليمان استشهد في سوريا في مركز المخابرات السوري، ومعه مجموعة ضخمة جدا من أجهزة المخابرات، وبخيانة داخل هذا المركز تم تفجيره واستشهد في هذه الواقعة. وقد كلفه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بملف القضية الفلسطينية، وقام بمهام عديدة دبلوماسية، ثم تم تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية بعد أحداث ثورة يناير عام 2011. وحين تنحى الرئيس الأسبق مبارك عن السلطة، قام هو بتسليم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الباسلة. رحل عن عالمنا يوم 19 آلاف المصريين يشاركون في تشييع جثمان الرئيس السابق للمخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، الذي توفي الخميس الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة أثناء خضوعه لفحوص طبية، حسب ما أفاد مصدر دبلوماسي مصري. واستقبل جثمان اللواء عمر سليمان بمراسم عسكرية فور وصوله إلى مطار القاهرة فجر هذا اليوم.